صباح الفل عليكم. النهارده بقى جايين نقول لكم طريقة عمل السمك السنجاري عشان لو عايز تعمله في البيت ويطلع معاك زي اللي بنعمله في المطعم بالظبط. اول حاجة عايز اقولها لكم يا جماعة ان سنجاري ده نوع تسوية مش نوع سمك، لان في ناس كتير فاكرة ان ده نوع سمك. دلوقتي بقى ندخل في المهم. بنبتدي نقشرها من الجنبين بالشكل ده، وبعدين بنفتحها، بنشيل الخياشيم طبعا كده بالشكل ده، وبعدين بنفتحها من الظهر من عند سلسلة الظهر. لو مش هتعرف تفتحها زي الفيديو كده، اطلبها من الراجل اللي بتشتري منه السمك مفتوحة سنجاري. بعد كده بنجيب صينية نحط عليها فرشة بصل أو شوية ملح خشن عشان بس السمكة ما تلزقش مش أكتر. بعد كده بقى بنجيب السمكة نحطها ونديها شوية كده زيت، وبعد كده نحط الخلطة بتاعتنا اللي هي الأساسي فيها. بيكون توم وصلصة وملح وكمون، ده الأساسي. بعد كده انت بقى بتضيف البهارات والحاجات اللي انت عايز تحطها على حسب ذوقك. دلوقتي بقى هندخلها الفرن 10 دقايق، ودي بنسميها عملية التشميع عشان السمكة تتشد وتنزل كل الزفارة بتاعتها. دلوقتي بقى هنبتدي نفرد الخضار اللي هو الاساسي فيه بصل وطماطم وفلفل اخضر او فلفل الوان. وانت بقى بعد كده عايز تضيف اي حاجه ضيف. في ناس مثلا بتحب تضيف جزر مبشور، انا مثلا ما بحبش. الخضار ده بقى متبل بشويه توم وشويه ملح وشويه كمون. انت بقى بعد كده عايز تضيف اي بهارات ضيف، بس صدقوني يا جماعه مش بكتر البهارات. ودايما الاجانب يقولوا لك ايه مورز لس، يعني من الاخر كده ما قل ودل. اسيبكم بقى مع احلى سمك سنجاري. جربوا الوصفه دي يا جماعه هتدعوا لي. صباح الفل عليكم. بص بقى اللحمة واخدة وش ازاي. بص الحتة المقرمشة دي بقى ايه تتاخد كده كده اهو. طيب هنا طبعا عايز تحط ليمون براحتك. بص بقى تاخد كده نار شوية خضار كده، تروح ايه هوبا. تحفة، لازم تجربوها دي.